هشرح لكم ازاي بنستخدم الحصالة مع مخطط تتبع المصروف اللي في بلانر قدها وقدود. لو بدي ابني او بنتي كل اسبوع مصروف مثلا 100 جنيه وبنقسم الفلوس بتكنيك 10-30-60، يعني بنطلع منها 10 في جزء الجاف للمحتاجين و30 في جزء التحويش، وكده هيتبقى معاه 60 هيصرف منهم. طبعا في ايام ممكن يحتاج يصرف وايام لا، فكل يوم بيسجل صرف كام وصرفه في ايه، كان احتياج ولا كان مجرد حاجة عايزها ولا حاجة حصلت ما كانش مترتب لها اصلا انه يجيبها، ونجمع كله ونشوف متبقي معانا كام، وهكذا كل يوم. كده هو عارف معاه كام في حصلته وقادر برضو يحسبهم على الورق ويقارن ده بده. اخر الشهر ممكن يشوف هدف من اهداف التحويش بتاعته ويجيب اللي عايزه بالفلوس او يسيبهم ويكمل عليهم لو محتاج حاجة كبيرة. واللي اتجمعوا هنا في جزء الجاف بنساعدهم ونعلمهم ازاي بيدوهم للمحتاجين. اللي يجرب بقى الطريقة دي يبعت لنا صورة عشان نشجع بقية أصحابنا، وتقدروا تطلبوا الحصالة وقدها وقدود من على الويب سايت دلوقتي.